يقول: بعد 5 سنوات من الفراق التقيتها، ويا ليتني ما فعلت. من هذه؟ لم أستطع التعرف عليها. عيونها ازدادت جمالا، وأزرق ملابس العمليات زادها جمالا هو الآخر. تلك الصغيرة أصبحت اليوم طبيبة، وها أنا واقف أمامها كمريض. أخبرتني قبل سنوات أننا سنعيش هذا الموقف، لكنني لم أصدقها، تماما مثل ما لم أصدق أنها ستنساني يوما. فأنا حبها الأول، وطبيبتي لن تعشق غيري. تركتها، نعم أنا من تركها، لكن هذا لا يعني أن لها الحق في تركي ونسياني دون أي اهتزاز لمشاعرها. سألتني عن اسمي وكأنها لا تعرفني. قلت: ألا تذكرين؟ أجابت: عفوا سيدي، هل أخبرتني ما اسمك ولقبك لأبدأ إجراءات إدخالك للمستشفى؟ فحالتك نوعا ما خطيرة. لم أهتم لبكاء والدتي ولا لكون حالتي خطيرة، بقدر ما كسر قلبي برودها وادعاؤها عدم معرفتي وإصرارها على هذا الادعاء. توقف العالم لدقيقة، لحظة، أظنه قلبي الذي توقف. ليتها تركتني في تلك اللحظة أموت، ربما كان الأمر أهون علي مما عشته لاحقا. لم أستفق من غيبوبتي تلك إلا بعد 3 أيام. أخبرتني والدتي أنها لم تفارقني لحظة. حضرت عمليتي وسهرت ل3 ليالي إلى جانبي تقيس ضغطي وتهتم بي، وكانت في كل فرصة تخبر أسرتي عن تطور حالتي، أسرتي التي وقفت معي حين أدللتها وأبكيتها وتركتها.